رغم إن كندا خلال اليومين اللي فاتوا دي أعلنت عن تقليل الأعداد الطلاب الدوليين من 365,000 إلى 150,000، لكن عايز أقول لك إن في نوعين من الناس، واللي هم أكتر الناس اللي بتكلمنا في أكاديمي مش متأثرين خالص بالموضوع ده، وهي الناس اللي جاية تدرس ماسترز وPhD. خليني أقول لك باختصار، قبل كده كانت كندا حاطة كاب أو حد أقصى للطلبة اللي هتدرس سنويا 365,000، دي تشمل الناس اللي تدرس ماجستير، دكتوراه، أندر جراد، بوست جراد، أي حاجة. لكن خلال اليومين اللي فاتوا طلعوا بيان جديد بعد ما نزلوا الأعداد بالظبط ب 24 ساعة، وقالوا طلبة الماجستير والدكتوراه مش included في الكاب ده أو في الlimit دي. فبالتالي لو أنت بتدرس في مجال من المجالات الجاية دي، فأنت أعتقد إن أنت فرصتك هتكون كويسة، خصوصًا إن هم من الناس دي شالوا الPAL أو الprovincial attestation letter. والمجالات دي هي مجالات الhealth care في أي حاجة منه، الscience أو الtechnology engineering mathematics، الناس اللي شغالة في مجال الeducation، والناس اللي شغالة في حاجة ليها علاقة بالbusiness administration لكن في أكتر حتة داخلة في التكنولوجي وحاجة زي الdata analytics. فبالتالي أو الinnovation وحاجات زي كده. فبالتالي الناس دي فرصتها كويسة جدًا لو حابب تقدّم على الدراسة في كندا، أو لو حابب إن أنت تستفسر عن أي تفاصيل ليها علاقة هل أنت eligible والّا مش eligible، فممكن تتواصل معانا عن طريق أكاديمي. لكن خلّيك عارف حاجة مهمة جدًا، إن تظل الفلوس مهمة جدًا، جدًا، وتاني حاجة موضوع اللغة مهم بشكل كبير جدًا. بس عندكم أي أسئلة ما تنسوش تتواصلوا معانا، وعندي حاجة اسمها أكاديمي، ودي شركة كندية بتساعد الطلاب اللي عايزين يدرسوا في كندا على الدراسة. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.